مع الفكرة السابعة فكرة الزيادة والنقص. يعني ايه زيادة ونقص؟ يعني مثلا نبدأ يسألك أسئلة زي من نوعية ايه؟ يقول لك مثلا ماذا يحدث عند زيادة طول موصل للضعف وإنقاص مساحة مقطعه للنصف من حيث مقاومته الكهربية؟ أول ما ألاقي سؤال زي ده بسأل نفسي سؤال، هو قانون المقاومة الكهربية ايه؟ المقاومة الكهربية R بتساوي رو اي في ال على ايه؟ وبالتالي احنا لو جينا شدينا خط كده، هو قال لنا ايه؟ هو قال لنا ان الطول زاد للضعف، فهاجي قصاد الطول واكتب 2. وقال ايه كمان؟ قال ان المساحة قلت للنص، فقصاد المساحة هعمل نص. 2 على النص فيها الأربعة، وبالتالي بقول ان المقاومة الكهربية تزداد إلى 4 أمثلة. خد بالك من حاجة، المقاومة الكهربية هتزيد إلى 4 أمثالها، أي أن المقاومة الكهربية تزداد بمقدار 3 أمثلة. خد بالك هو قال لك تزداد إلى ولا تزداد بمقدار؟ يعني إيه يا أستاذ؟ يعني المقاومة هي كانت R أصلا، أصبحت 4R. فلو هو قال لك هي أصبحت كام؟ هنقول له 4R. طب لو قال لك هي زادت بمقدار كام؟ هقول إن الزيادة بمقدار 3R. دي نقطة. النقطة الثانية، هو أنا لما أزود طول موصل للضعف وأزود قطر للضعف، إيه اللي يحصل للمقاومة؟ هنا هو كلمنا عن قطره، وبالتالي أنا هقول هنا إن الآر بيساوي رو إي في ال، بس ما أقولش على إيه؟ هقول على باي آر تربيع لأنه جاب سيرة القطر. طب ده هيفرق معايا في إيه في الحل؟ تعال نشوف. المفترض هنا هو زود الطول للضعف، فهاجي قصاد ال واكتب 2، وزود القطر للضعف، فهاجي قصاد الار واكتب 2 تربيع، ما هي متربعه. 2 على 2 تربيع يساوي نص. هنا بقول ان المقاومه الكهربيه قلت الى النصف. طالب يقول لي يا استاذ هو قال القطر ما قالش نص القطر. ما هو نسب الاقطار زي نسب انصاف الاقطار، يعني بمعنى اصح، معنى ان معنى ان القطر يقل للنص معناها ان نص قطر هو كمان قل للنص. معنى ان القطر يزيد للضعف يعني برضو نصف القطر زاد للضعف. دي فكرة الزيادة والنقص. النقطة اللي بعدها فكرة الرسومات البيانية. بصوا يا شباب، المفترض في حالة الرسومات البيانية انت عندك قوانين للمقاومة. اولا احنا لو عملنا في الرسومات البيانية علاقة ما بين الار والال، العلاقة بين الار والال علاقة طردية. طب الميل في حالة العلاقة دي ايه؟ المفترض انت عندك ميلين. الميل الفيزيائي هو الجزء اللي مش موجود في العلاقة، بمعنى ان القانون اصلا بيقول ان الار بتساوي رو اي في ال على ايه. طب ماشي، انا معايا على المحور الرأس ار والمحور الافق ال، يبقى الجزء اللي مش ظاهر عندي هو الرو اي على ايه. اهو ده بالنسبة لنا يمثل الميل. ده الميل من الناحية الفيزيائية. اما من الناحية الرياضية، ده اللي يفهموه مدرسين الرياضة كويس جدا، يقول لك لا، الميل ده هو يا اما فرق الصادات على فرق السينات دلتا ار على دلتا ال، او يساوي تاني الزاوية. فين الزاوية هنا؟ اهي سيتا. طب السؤال ممكن يجي ازاي؟ مثلا ممكن يجي لك سؤال بالشكل ده على سبيل المثال. نقسم بس الصفحة هنا عشان ما يتلخبطش. السؤال مثلا ممكن يجي لي في جزئية زي دي ازاي؟ يجيب لي علاقة بين ار وال وعلاقة طردية، ويقول لي مثلا انت عندك موصلين، موصل اسمه اكس وموصل اسمه واي. الموصلين اكس وواي لهما نفس مساحة المقطع، أيهما أكبر توصيلية كهربية؟ الموصلين إكس وواي لهم نفس مساحة المقطع، مين فيهم الأعلى توصيلية كهربية؟ أسأل نفسي هو الميل بيساوي إيه؟ تعال نستنتج كده الحل. والله الميل بيساوي رو إيه على إيه. طب ماشي، بس هو عاوز الأعلى توصيلية. أول ما يجيب سيرة التوصيلية
التوصيليه دايما مدفونه جوه المقاومه النوعيه، فطالما بيتكلم عن توصيليه كهربيه هتشيل الرو اي وتبدلها بواحد على سيجما، وبالتالي بقى هنا واحد على سيجما. طب ماشي، مين الثابت هنا؟ المفترض الاي ثابته، فالميل والسيجما بينهم علاقه عكسيه، يعني المفترض اللي ميله اكبر سيجما بتاعته اقل، واللي ميله اقل اللي هو واي سيجما بتاعته اكبر، فيبقى الاكبر توصيليه هو واي. هيتعاد لك تاني في امثله تانيه. مثلا لما يجي لك علاقه بيانيه هنا بين ار وواحد على ايه، العلاقه بين ار وواحد على ايه برضه علاقه طرديه. طب العلاقه الطرديه دي الميل بتاعها بيساوي ايه؟ نفس الكلام، احنا لو رحنا للقانون اللي كان معانا هناك هنجد ان الار بتساوي رو اي في ال على ايه. استبعد الار واستبعد الواحد على ايه، هيتفضل في الميل رو اي في ال. وبالمناسبه اي رو اي ممكن تستبدل بواحد على سيجما، يعني الميل برضو بيساوي واحد على سيجما. طب ماشي، السؤال ممكن يجي ازاي؟ بكل بساطه ممكن يجيب لك علاقه بين ار وواحد على ايه، ويقول لك ان في عندك سلكين اكس وواي، وليكن الزاويه دي 30 درجه والزاويه دي 30 درجه، ويقول لك ان اكس وواي لهما نفس الطول. احسب سيجما اكس على سيجما واي. بالعقل كده احسب حاجه زي دي ازاي؟ مبدئيا انت عارف كويس ان الميل هنا هيساوي ال في رو اي، يعني ال على سيجما، وانت قايل بالساكن ان لهم نفس الطول. السيجما والميل بينهم علاقه عكسيه، طالما بينهم علاقه عكسيه يبقى سيجما اكس على سيجما واي هيساوي تان زاويه واي على تان زاويه اكس. زاويه واي 30 درجه وزاويه اكس 60 درجه، يبقى تان 30 على تان 60 بيطلع بتلت. ممكن العلاقه تيجي في سكه تانيه، يعني يجيب لك علاقه بين اي وفي. فالعلاقه بين اي وفي معروفه ان الميل بتاعها اي على في هيساوي واحد على ار. طبعا تبقى عارف كويس قوي ان الار دي بتساوي برضه رو اف ال على ايه. طب ماشي، نروح نحل على العلاقات البيانيه. اول سؤال ممكن يقابلك، الشكل البياني المقابل يوضح علاقه بين فرق الجهد بين طرفي سلكين اكس وواي لهما نفس الطول، يعني السلكين اكس وواي لهم نفس الطول، وشدة التيار اي المر في كل منهما عند ثبوت درجة الحرارة. إذا كانت النسبة بين مساحتي المقطعين AX على AY بيساوي 12 على 25، عاوز رو AX على رو AY. مبدئيا هو طالما قايل ان لهم نفس الطول معناها ان طول X على طول Y هيساوي واحد على واحد. طب ماشي، ايه القانون اللي فيه رو اي وفيه ايه وفيه ال؟ المفروض ان اقول له ان ار اكس على ار واي هيساوي رو اي اكس على رو اي واي في ال اكس على ال واي في اي واي على اي اكس. امشي خطوه خطوه، هو قايل بلسانه اللي لهم نفس الطول فهشيل ال مع ال، وقال لي بلسانه ان اي اكس على اي واي 12 على 25، يبقى اي واي على اي اكس 25 على 12. انت بقى عشان تجيب رو اي اكس على رو اي واي محتاج ار اكس على ار واي. طب ار اكس على ار واي دي بتساوي ايه؟ تعال نشوف ار اكس. مقاومه اكس هنا في على اي، الفي هنا بتاعت اكس ب 2 والاي بتاعتها ب 6 من 10، فيبقى هنا 2 على 6 من 10 ده مقاومة اكس. طب مقاومة واي، الواي هنا فرق جهدها 1 و6 وهنا 1، يبقى 1 و6 على 1. هتطلع الناتج ده بالآلة الحاسبة وتبدأ تشوف. يعني مثلا ده طبعا ار اكس على ار واي احنا عرفناها، ار اكس على ار واي هيساوي القيمة دي، فدي القيمة اللي هنا. وبعدين عاوز تحل بقى اقسم البعيد على القريب، يعني اقسم الناتج ده على الناتج ده، شوف الناتج النهائي هيطلع بكام.
دي المقاومة النوعية الإكس على المقاومة النوعية الواي. السؤال اللي بعده، الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقة بين المقاومة الكهربية R والطول L لمجموعتين من الأسلاك X و Y مصنوعة من النحاس. تكون النسبة بين مساحتي مقطعي المجموعتين مين؟ مبدئيا المفترض هنا R وهنا L. الميل بتاع العلاقة دي بيساوي رو اي على ايه. طب وبعدين هو قال ان الاسلاك دي مصنوعه من النحاس، معنى ان هي من النحاس يبقى نفس مساحه نفس المقاومه النوعيه. انا عاوز مساحه اكس على مساحه واي، المساحه والميل علاقه عكسيه، فمساحه اكس على مساحه واي هيساوي تان زاويه واي على تان زاويه اكس. طب زاويه واي كام؟ زاويه واي 30. طب زاويه اكس كام؟ زاويه اكس 60. هيطلع الناتج اللي عندي بتلت. ده مساحة اكس على مساحة واي، اجابتها نمرة ألف. النقطة اللي بعدها، يوضح الشكل تغير فرق الجهد وشدة التيار لسلكان معدنيان اكس وواي عند ثبوت درجة الحرارة. تمام. ولهما نفس الطول والقطر، يعني السلكين اكس وواي طولهم متساوي وقطرهم متساوي. وضح اي منهم له توصيليه كهربيه اعلى. انا عندي علاقه بين اي وفي. العلاقه بين الاي والفي الميل بتاعها بيساوي 1 على ار. اتعلم بس ازاي هتتدرج في التفكير. طب ماشي، الار دي طب ما لها قانون. قانونها ايه؟ رو اي في ال على ايه. الايه هنا مقام المقام بسط، وبالتالي هتطلع فوق. هو بيتكلم عن التوصيليه، وبالتالي طالما بيتكلم عن التوصيليه هنشطب الرو اي ونحطها فوق بسجن. قول لي بقى، هو قال لك نفس مساحه المقطع اللي هو القطر ونفس الطول، اللي توصيليته اعلى ميله اعلى اللي هو بالنسبه لنا اكس. دي طريقه. في طريقه تانية، انت عارف ان الميل بيساوي 1 على ار، وكلنا عارفين ان الار عكس مع السيجما، فاللي السيجما بتاعته اكبر هيبقى هو اللي ميله اكبر اللي هو برضو اكس. تمام. نروح لجزئيه تانية، اثر التغير في التيار والجهد. يعني ايه الكلام ده؟ هو احنا لو غيرنا شده التيار المر في موصل فرق جهده يحصل له ايه؟ معروف بالنسبه لنا ان المقاومه الكهربيه ار بتساوي في على اي. بس هنا حاجه خادعه قوي للطلبه. بصوا يا شباب، هو معروف ان الاي بيساوي في على ار، وبالتالي المقاومه الكهربيه لو زادت التيار بيقل. يعني احنا لو عملنا علاقه بيانيه بين الار على الافقي والاي على الراسي، قولا واحدا تبقى علاقه عكسيه، وده كلام مظبوط 100%. السؤال بقى، نفترض ان احنا زودنا التيار المر في موصل، المقاومه الكهربيه بتاعته يحصل لها ايه؟ تعال افرض لك فرض صغير قوي. فرضا احنا عندنا طريقين، طريق وطريق. الطريقين دول بيوصلوا ما بين بلدين. الطريق اللي فوق فيه مطبات كتير قوي، هنسمي الطريق ده طريق اكس. اما الطريق اللي تحت فيه مطبات قليله، هنسمي الطريق ده طريق واي. لما يجوا العربيات يعدوا، الطريق اكس المفترض مقاومته كبيره والطريق واي مقاومته صغيره، فالعربيات لما تعدي هتعمل ايه؟ العربيات هتبقى قليله في الطريق اكس وهتبقى كتيره في الطريق واي. عدد العربيات اللي بتمر ده شده التيار، يعني تيار واي كبير وتيار اكس صغير. السؤال، لو جيت الحكومه قررت انها تلغي الطريق واي، قالت يا جماعه الطريق ده احنا هنقطعه كده اهو، كده ما عادش حد هيعدي في واي، ايه اللي يحصل؟ قال لك في الحاله دي عدد العربيات اللي هتعدي في اكس هتزيد. طب لو عدد العربيات اللي عدت في اكس زادت، ده ما هو ده معناها ان التيار زاد. سؤال بقى، لو التيار زاد هل عدد المطبات ده هتقل؟ لا طبعا، عدد المطبات هيظل ثابت، وبالتالي المقاومه بتاعت الطريق تفضل ثابته. ومن هنا نقدر نقول ان المقاومه الكهربيه ما تتاثرش بشده التيار،
شدة التيار هو اللي يتأثر بالمقاومة. فاحنا لو عندنا علاقة خلى الاي هو اللي على الافقي والار هو اللي على الرأسي، المقاومة الكهربية تظل ايه؟ ثابتة. فالمقاومة الكهربية لا تعتمد على فرق الجهد، وايضا لا تعتمد على شدة التيار. يقول لك مثلا موصل مقاومته 10 اوم يمر به تيار شدته 1 امبير، اذا اصبحت شدة التيار المر 2 امبير فان مقاومته كام؟ 10 اوم ايضا. طب ماشي، نروح لجزئية تانية. نفس النظام، اثر التغير في الطول والمساحة على المقاومة النوعية. معروف ان المقاومة النوعية بتعتمد على عاملين: نوع المادة ودرجة الحرارة. فاوعك تنخدع في ان الرو اي بتساوي ار في ايه على ال، او ان السيجما بتساوي ال على ار في ايه. لا، ده هو لو الاي زاد الار يقل بس المقاومة النوعية ثابتة، لو ال زاد الار يزيد والمقاومة النوعية ثابتة. المقاومة النوعية ما بتتأثرش الا بنوع المادة ودرجة الحرارة. حط الطول، حط المساحة، هنا المقاومة النوعية، هنا التوصيلية، تظل ما لا ثابتة. النقطة اللي بعد كده إعادة التشكيل، ودي من أهم النقط اللي عندنا. بص معايا في فكرة إعادة التشكيل، نظامنا فيها إيه؟ أولا، يعني إيه كلمة إعادة التشكيل؟ تعال ما أقول لك. إعادة التشكيل معناها إن أنت معاك الموصل من أول بالشكل ده. ده موصل كهربي، ده موصل كهربي بالشكل ده أهو. الموصل ده أهو، ده موصل معانا بالمنظر ده. الموصل ده المفترض طوله مثلا وليكن ال، ومساحة مقطعه وليكن ايه. انا هعمل ايه؟ انا هاخد الموصل ده واسيحه، وبعد ما اسيحه ابدا اشكله من اول وجديد، وبالتالي انا مش هضيف عليه حاجه. فايه اللي يحصل؟ قال لك فرضا انت احتجت انك تزود طوله للضعف. قال لك انك لو احتجت انك تزود طول الموصل ده للضعف، فبالتالي بشكل منطقي جدا انت هتحتاج انك تقلل مساحه مقطعه للنص. يعني لو بقى الموصل في الاخر بالشكل ده، المفترض مثلا فرضا زودنا طوله للضعف. انت لو هتزود طوله للضعف فالطول بتاعه بدل ما يبقى ال بقى كام ال؟ 2 ال. فانت اوتوماتيك هنا مساحه مقطعه بعد ما كانت ايه بقت نص ايه، بس حجم الموصل هيفضل ثابت. لازم تعرف ان هو لو ده كان نحاس ده نحاس برضه. وبالتالي في اعاده التشكيل ناخد بالنا كويس جدا ان الرو اي والسيجما والرو والام كتله الموصل والفوليوم يظلوا ثوابت. دي حاجات في اعاده التشكيل. طب طالما دول ثوابت، في عندك طريقين. في طريق بيقول ان الار بتساوي رو اي في ال تربيع على فوليوم، وده شرحناه قبل كده من شويه. او طريق بيقول ان الار بتساوي رو اي في فوليوم على اي تربيع. فنجد ايه؟ نجد ان في شويه حاجات ثابته عندك. يعني انت لسه قايل ان الرو اي ثابت والفوليوم ثابت، فنستنتج ان الار طرد مع ال تربيع، او ان الفوليوم ثابت والرو اي ثابت فالار عكسي مع الاي تربيع. الحاجات دي لا تستخدم الا في حاله اعاده التشكيل فقط. السبوره دي ما تستخدمهاش الا مع اعاده التشكيل. فعندك هنا قوانين زي ده وده. طب دول استعملهم ازاي يا استاذ؟ يقول لك مثلا في الامتحان ايه اللي يحصل لما اعيد تشكيل موصل بحيث طوله يزيد للضعف. هو الطول لو زاد للضعف المقاومه تزيد لاربع امثال، لان 2 تربيع باربعه. ايه اللي يحصل لما اعيد تشكيل موصل بحيث مساحه مقطعه هي اللي تزيد للضعف؟ قول لي رايك. هي المساحه لو زادت للضعف، ضعف تربيع بكام؟ باربعه. كده المقاومه تقل للربع. مش بس كده، ده انت ممكن تقول له ان ار واحد على ار 2 هتساوي ال واحد على ال 2 الكل تربيع. او تقول له هنا ار واحد على ار 2 هيساوي ايه 2
على A1 أيضا الكل تربيع. القوانين دي ما استخدمهاش إلا في حالة إعادة التشكيل. طب ماشي، هتفرق معايا القوانين دي في إيه؟ زي ما قلت لك، أنت عارف كويس أوي في إعادة التشكيل إن الآر طرد مع ال تربيع. يقول لك إيه في الامتحان؟ إيه اللي يحصل لما أعيد تشكيل موصل بحيث طوله يزيد للضعف؟ الطول زاد للضعف، 2 تربيع بكام؟ ب4. ايه اللي يحصل لما اعيد تشكيل موصل وطوله يقل لنص؟ نص تربيع بكام؟ بربع. ايه اللي يحصل لما اعيد تشكيل موصل وطوله يزيد لثلاث امثاله؟ 3 تربيع بكام؟ ب9. كده المقاومه تزيد ل9 امثال. حاجه كمان يقول لك لو طول او لو اعيد تشكيل موصل بحيث يزداد طوله بنسبة 20%. يعني ايه الجملة دي؟ بص يا شباب، يعني ايه الطول زاد بنسبة 20%؟ ده معناها ايه؟ بص معايا كده، ان هو مثلا كان طوله في الاول ال زاد بنسبة 20%. 20% دي يعني 2 على 10 من الطول الاصلي. فده معناه ان الطول الجديد هيساوي 1.2 ال. خدها عندك قاعدة دايما. يعني لو قال لك طوله زاد بنسبة 30% يبقى الطول الجديد 1.3. طوله زاد بنسبة 40% يبقى الطول الجديد 1.4. طوله زاد بنسبة 60% يبقى طوله الجديد 1.6. طوله قل بنسبة 20% يبقى الطول الجديد 8. طوله قل بنسبة 30% يبقى الطول الجديد 7. طب هو في المسألة دي لما الطول زاد بنسبة 20% أصبح 1.2. طب ساعتها المقاومة الجديدة هتساوي إيه؟ المقاومة الجديدة هتساوي 1.2 تربيع المقاومة القديمة. لأن إحنا متفقين إن في إعادة التشكيل R طرد مع L تربيع. طب لو طلب الزيادة في المقاومة، الزيادة في المقاومة هتبقى المقاومة الجديدة ناقص 1. دي مقدار الزياده اللي بتحصل في المقاومه. على طول قال لك اعيد تشكيل موصل بحيث طوله يزيد بنسبه 30%. يبقى المقاومه الجديده 1.3 تربيع المقاومه القديمه. طب الزياده 1.3 تربيع ناقص 1. اعيد تشكيل موصل وطوله زاد بنسبه 50%. يبقى المقاومه الجديده 1.5 تربيع المقاومه القديمه. طب الزياده 1.5 تربيع ناقص 1. تمام. في سؤال هنا يقول لك ايه؟ قضيب معدن اسطواني الشكل مساحة مقطعه 2 سم مربع ومقاومته 22.5 اوم. فإذا تم سحب القضيب بانتظام حتى أصبحت مساحة مقطعه 1.5 سم مربع، مقاومته تصبح كام؟ هو أعيد تشكيله، وبالتالي أنا لو قلت هنا إن R1 على R2 ده هيساوي A2 على A1 الكل تربيع، لانك عملت اعاده التشكيل. طب تعالى مهلك، هي مساحته كانت في الاول كام؟ مساحته في الاول كانت 2 وكانت مقاومته 22.5. يبقى مساحته كانت في البدايه 2 ومقاومته 22.5. طب مساحته الجديده بقت كام؟ مساحته الجديده اصبحت 1.5. عاوز يعرف مقاومته هتصبح كام. طبعا R2 هنا 22.5 في 2 تربيع على 1.5 تربيع، دي المقاومة الجديدة. نروح لمسائل المقاومة الكهربية والمقاومة النوعية والتوصيلية الكهربية. مسائل المقاومة الكهربية والمقاومة النوعية والتوصيلية الكهربية. مبدئيا انت لازم تعرف اهم التحويلات. ايه اهم التحويلات اللي انت محتاجها عشان تحل المسائل دي؟ اول حاجه في التحويلات انت محتاج تعرف ان من سنتيمتر لمتر انت بتضرب في 10 اس سالب 2، ومن سنتيمتر مربع
لمتر مربع في 10 أس سالب 4، وإن من مليمتر لمتر في 10 أس سالب 3، وإن من مليمتر مربع لمتر مربع في 10 أس سالب 6. دي أهم التحويلات اللي الطالب محتاجها في الأسئلة دي. طب ماشي كده، احنا أنهينا نقطة التحويلات. نروح بقى للقوانين. أول حاجة، الحد الأدنى من المعرفة إنك تبقى على الأقل عارف قانون المقاومة. القانون بيقول إن الآر بتساوي رو إي في ال على إيه. تعال نتدرج في المسائل واحدة واحدة. أول حاجة، الحد الأدنى إنك تبقى عارف معنى كل رمز. معنى كل رمز إن الآر هنا هي مقاومة كهربية، وإن الإيه هي مساحة مقطع، وإن الرو إيه هي مقاومة نوعية، وإن ال هو طول الموصل. بس كده؟ لا، برضه لازم تبقى عارف المعاني دي في الرسمة. يعني هو لو رسم لك مثلا موصل بشكل اسطواني اهو، ده موصل بشكل اسطواني. الموصل ده مثلا تبقى عارف كويس جدا ان فين الطول وفين مساحة المقطع. موصل زي ده اهو، المفترض الجزئية دي هي مساحة مقطع الموصل، فبنسميها ايه؟ وان من نقطة اتصاله في الدايرة لنقطة خروجه من الدايرة دي اسمها طول الموصل. بس كده؟ لا، برضه ممكن يبقى الموصل اللي عندك بشكل متوازي مستطيلات. فلو الموصل اللي معانا بشكل متوازي مستطيلات زي ده، تبقى انت عارف كويس قوي انت بتتكلم عن ايه. الموصل اللي بالمنظر ده فين طوله وفين مساحته على حسب طريقة التوصيل. يعني ايه؟ يعني انت لو وصلت الكهرباء من هنا وخرجتها من هنا، فده معناه ان الوجه ده هو مساحة المقطع، وان الحتة دي هي الطول. طب افرض عملنا حاجة تانية. ازاي؟ وليكن وصلنا الكهرباء من الوجه اللي فوق وخرجناه من الوجه اللي تحت، فتصبح دي هي مساحة المقطع، وان ده هو الطول. نفس النظام، فرضا حد وصل الكهرباء من الوجه الامامي للوجه الخلفي، يعني وصل الكهرباء من هنا وخرجها من الوجه اللي ورا، هتصبح دي هي مساحة المقطع، ويصبح المسافة دي هي طول الموصل. المهم انك تبقى عارف الحاجات دي على الرسم عاملة ازاي، لان اغلب الاحيان حاليا يبدأ يجيب لك المسألة مرسومة، ما يجيبها لكش لفظية، يجيبها لك بقى في شكل رسم بياني، في شكل رسم تخطيطي، تبقى انت فاهم. ايه كمان؟ لازم تبقى عارف ازاي تجيب كل حاجة في طرف. يعني الرو اي بتساوي مين؟ ار في ايه على ال. رو اي ار في ايه على ال ار في ايه على رو اي. طب لو انا عاوز اجيب ايه بدلها مع ار، يعني الايه بتساوي رو اف ال على ار، رو اف ال على ار. الحاجه الثانيه، تبقى عارف تتدرج من القانون. يعني ايه هتدرج من القانون؟ يعني الطالب مهم جدا يبقى عارف ان الرو اي دي هي 1 على سيجما، فبالتالي لو جاب سيره التوصيليه الكهربيه انا بشيل رو اي واحط 1 على سيجما، او طلب التوصيليه الكهربيه انا بشيل رو اي واحط 1 على سيجما. ايه كمان؟ مساحة المقطع هنا ساعات لما يبقى المقطع دائري يبقى باي ار تربيع، ده في حالة لو المقطع اللي عندي مقطع ماله دائري، لكن ممكن يبقى مقطع مربع عادي مش مرفوضة. فلو قال لي مساحة مقطع الموصل هروح للايه، لكن لو قال لي قطر الموصل بروح لباي ار تربيع واجيب نص القطر. ايه كمان؟ لازم تبقى عارف كويس ان الار دي ممكن تساوي في على اي، فلو الار ما جتش جاهزه فابقى عارف كويس ان الار بتساوي في على اي. كل حاجه من دي لازم تبقى عارفها، ودايما مجهز القوانين البديل اللي هتحتاجه. نروح نطبق الكلام ده في المسائل. مثلا سلك من الحديد طوله 3.14 من 100 متر. طول السلك هنا اللي هو ال، ونصف قطره 5 من 10 ملم. نص القطر هنا اللي هو ار بيساوي 5 من 10 ملم في 10 أس سالب 3.
وصل ببطارية فكان فرق الجهد بين طرفيه 5 فولت، ده الفي. فإذا علمت أن المقاومة النوعية للحديد، المقاومة النوعية هنا اللي هي رو إي، قال لك فإن شدة التيار المر في السلك بكام؟ هو عاوز مين بقى هنا؟ اي. طب أنا عاوز اي، أنا هجيب اي إزاي؟ بص معايا كده، لو جيت تشوف في السبورة اللي قبلها كنت أنا بعمل إيه؟ في السبورة اللي قبلها هنا أهو، لما تيجي تشوف القانون هنا ار بتساوي رو اف ال على ايه؟ هو طالب مني هنا مين؟ ار. اي لما هيجي في ذهني هو في على ار، ماشي، اي بيساوي في على ار، وبعدين اي بيساوي في على ار، فانا هروح دايما للهدف. هو عاوز اي بيساوي في على ار. طب ماشي، الفي بكام والار بكام؟ الفي معايا ب5 فولت، ولكن هل ار معايا؟ لا، ار مش معايا. طب افكر اجيب ار ده بيساوي ايه؟ ار بيساوي رو اف ال على ايه؟ الرو اي موجود معايا، الرو اي بكام؟ 10 اس سالب 7. في ال موجود معايا 3.14 من 100. الايه هو مديني نص القطر، فبقول له باي ار تربيع، الباي ب 3.14 هو جايبها هنا في نص قطر الموصل، نص في 10 أس سالب 3 الكل تربيع. دخل كل المعطيات ده على الآلة الحاسبة، هيطلع لك الناتج هو شدة التيار. نروح لمثال تاني. سلك معدني حجمه 2 في 10 أس سالب 4 متر مكعب. الحجم هنا اللي هو الفوليوم، ومساحة مقطعه 4 في 10 أس سالب 5 متر مربع، دي الايه، ومقاومته 1.25%، دي الار. طالب مين؟ طالب التوصيلية الكهربية للمعدن اللي هو سيجما. طب ماشي، ايه القانون الاساسي اللي عندي؟ القانون الاساسي اللي عندي ان ار بتساوي رو اي في ال على ايه. بس في مشكلتين، هو جايب الفوليوم مع الايه. طب ما انا معلمك قبل كده ان لو جاب لك الفوليوم بكل بساطه، يا تشيل ال تحط بدلها فوليوم وتربع الايه، يا تشيل ايه تحط بدلها فوليوم وتربع ال. فانا كل اللي هعمله ان هشيل ال احط بدلها فوليوم، وبالتالي هربع الايه. ده اول حاجه عملناها. الحاجه الثانيه، هو ما طلبش مني رو اي، ده هو طلب السيجما. فنفس النظام، الرو اي هنا هي 1 على سيجما، وبالتالي الرو اي هشيلها واحط سيجما في المقام. هو طالب مين بقى؟ طالب سيجما. سيجما كل اللي هتعمله انك هتبدلها مع الار، فتبقى فوليوم على ار في ايه تربيع. الفوليوم معانا هنا بيساوي كام؟ الفوليوم 2 في 10 أس سالب 4. طب والار 1.25. طب والايه؟ الايه بيساوي 4 في 10 أس سالب 5 الكل تربيع. ده حل. في ناس بتحلها بطريقه ثانيه. في طالب يقول لك لا ما تعقدنيش في السيجما، دايما السيجما اربطها لي بالرو اي. فيعمل ايه؟ يقول لك انت عاوز سيجما؟ سيجما بيساوي 1 على رو اي. تعال بقى نفكر في الرو اي. الرو اي بتساوي مين؟ الرو اي بتساوي ار في ايه على ال. طب ما احنا عندنا الفكره اياها انك تشيل ال تحط بدلها فوليوم، فتبقى الاي اي تربيع. انت اصلا كده كده معاك الار ومعاك الايه ومعاك الفوليوم. المهم معاك الار والايه والفوليوم. نعمل ايه؟ قال لك بمعلوميه الثلاثه دول، الفوليوم اهو، تقدر تجيب الرو ايه، حط الرو ايه هنا تجيب منها السيجما. طب ماشي. سؤال تاني. الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين فرق الجهد في عبر سلك طوله 5 متر، مساحة مقطعه 1/10 ملم مربع، وشدة التيار اي. عاوز التوصيلية الكهربية. التوصيلية الكهربية برضه هي سيجما. طب سيجما بتساوي ايه؟ 1 على رو اي. طب تعالى نفكر نجيب الرو اي. رو اي بتساوي مين؟ ار في ايه على ال.
الايه هنا اللي هي باي ار تربيع على ال. الار بكام؟ الار مش معايا. طب الار لو مش معايا هجيبها ازاي؟ هجيبها من الرسم البياني في على ار. الفي ب6 والاي ب3/10 في الباي ار تربيع. اسف معلش، هو مديني اصلا مساحه المقطع ده، كده المساله بقت اسهل. مديني الايه هنا، فالايه بتساوي 1/10 ملم مربع في 10 أس -6 على ال ب5. طلعنا الرو ايه وداها هنا، ما تنساش تشقلبها عشان تجيب السيجما. بكده تكون مسائل المقاومة الكهربية والمقاومة النوعية خلصت. المفترض في الفيديو الجاي هنتناول أسئلة المقاومة الكهربية والمقاومة النوعية في امتحانات الأعوام السابقة في نظام التابلت من 2021 ل 2024، وبعدها المستويات العليا، فانتظرونا بإذن الله.